السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ان شاء الله في فيديو النهارده هنعمل مع بعض الطعمية او الفلافل. زي ما انتوا شايفين كده جبت كيلو من الفول المدشوش ونقعته كده زي ما انتوا شايفين في المية لحد ما بقى ايه بيتكسر كده معاكي. لازم الواحده كده تتكسر معاكي عشان لما تيجي تضربيها في الكبه تتضرب معاكي بسرعه. فلازم ننقعها كده ليله كامله او على الاقل 6 ساعات كده. لو انت مش معاكي وقت هتنقعيه في الميه كده وكل شويه تغيري على الميه علشان بيبقى يعمل ريمه كده فما يبوظش معاكي الطعميه. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله الكيلو فرط معايا كمية حلوة قوي، ولسه كمان هنعمل بقى الطعمية وهيفرط معانا كمية كبيرة ما شاء الله. جبت كده بصلاية، تكون بصلاية كده متوسطة ما تكونش كبيرة قوي، ومعايا كده معلقة كبيرة من الثوم المفروم، يعني في قيمة راس من الثوم. وجبت حزمة من الكرات، ومعايا ربع حزمة من الشبت وربع حزمة من الكزبرة كده زي ما انتوا شايفين، وقطعتهم كده وضفتهم مع البصل والثوم على الفول المدشوش كده وقلبتهم كده كلهم مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا ناخد بالنا ان احنا ما نكترش كمية الخضرة عشان خاطر العجينة ما تبقاش سايلة منك كده تلاقيها فكت في الطاسة، ولا يبقى لونها مخضر كده ويبقى لونها مش حلو. فناخد بالنا ان احنا نحط كمية الخضرة مناسبة على قد الفول. يعني النص كيلو فول ممكن تحطي له نص حزمة من الكرات. فانا عشان عاملة كيلو حطيت حزمة كاملة من الكرات. جبنا بقى هنا الكبه زي ما انتوا شايفين، وبدات بقى انزل ايه شويه بشويه كده لان طبعا الكبه كانت صغيره. ومعانا كده كوبايه من الميه هننزل بقى ايه تدريجيا كده في الكبه عشان تفرم معانا الطعميه بسرعه، لان طبعا لو حطينا الفول كده والخضره مش هتتضرب معانا بسرعه. فاحنا هننزل كده بالميه تدريجيا، وطبعا هنصفي الميه دي في الاخر وهنشوف هنصفيها ازاي. وطبعا لو انت عندك مفرمه تقدري تفرميها في المفرمه عادي، بس عشان انا ما عنديش مفرمه ففرمتها في الكبه. ولو انت ما عندكيش كبه تقدري تفرميها في الخلاط برضو، هتنزلي في الخلاط كده شويه بشويه ومعاها ربع كوبايه كده من الميه، وعلشان تتفرم معاكي بسرعه. طبعا شايفين لما ضفنا لها الميه بتبدا ان هي تنعم كده في الكبه. لو انت ما حطيتيش الميه ديت هتقعدي تفرمي فيها وقت طويل لحد ما تنعم معاكي. شايفين بقى الطعميه عامله ازاي ما شاء الله؟ شايفين لونها مخضر ازاي؟ وطبعا فضلت افرم فيها كده في الكبه لحد ما طلعت معايا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه زي بتاعت بره بالظبط. ناعمه خالص ازاي؟ طبعا نحاول ان احنا نضربها في الكبه كام مره علشان تبقى ناعمه كده. جبت كده المصفى اللي انتوا شايفينها ديت وحطيت تحتها بوله، وبدات ان انا انزل بالطعميه عشان تصفي اي ميه ضفناها لها. وطبعا الميه اللي هتنزل منها مش هنرميها، احنا هناخدها ونفرم بيها بقيه الكميه اللي معانا عشان طبعا ما نقعدش نضيف ميه كتير. شايفين بفضل اقلب فيها كده بالاسباتيولا عشان تنزل اي ميه فيها. عملت بقى الكميه اللي كانت معايا كلها بالطريقه دي. شايفين ما شاء الله عملت معايا كميه قد ايه؟ حاجه كده موفره على الاخر. طبعا احنا عدنا بنجيب الطعميه والفول من بره غاليين قوي، فنوفر كده ونعملهم في البيت وما شاء الله فرطوا معانا كميه حلوه قوي. بعد بقى ما خلصت كل الكمية نزلت بهم بقى كده في البولة زي ما انتوا شايفين، وهنعمل فيها خطوة الوقت بقى عشان تطلع معاكي زي بتاعت بره بالظبط. هنجيب بقى المضرب الكهربائي ونبدأ ان احنا نخفق فيها كده زي ما انتوا شايفين لحد ما حجمها كده يتضاعف ولونها يفتح شوية. هتشوفوا بعد الخفق فيها كده هيبقى لونها عامل ازاي. وكمان الكمية بتاعتها هتعلى كده في البولة. طبعا هم بره في المطاعم بيبقى عندهم حاجة كده بيعملوا بيها الخطوة ديت، فهي عشان مش عندنا هنعملها احنا بالمضرب الكهربائي. ما عندكيش مضرب كهربائي تقدري تعمليها بالمضرب اليدوي عادي، ما عندكيش تقدري ان انت تستعملي ايدك. شايفين بقى بعد ما خفقنا فيها شوية كده لونها فتح ازاي؟ وكمان بقت عاملة زي الكريم الجانتيه كده، بقت قوامها ناعم خالص. لان طبعا احنا لما خفقناها كده بالمضرب بدأ اي تكتلات فيها ان هي تفك كده، واي حاجة كانت خشنة بدأت برضو ان هي تفك. وما شاء الله القوام بتاعها بقى ناعم خالص كده زي ما انتوا شايفين، وبقت عاملة زي اللي احنا بنجيبها جاهزة من بره. وما شاء الله الكمية بتاعتها اتضاعفت كده زي ما انتوا شايفين. هنقلبها بقى كده تقليبة مع بعضها، وشايفين بقى النعومية والجمال ما شاء الله. بعد ما خفقناها كده بالمضرب نعمت خالص وبقت جميلة. تعالوا بقى هنا نعبيها في الاكياس عشان نفرزها في الفريزر. وطبعا مش هنضيف ليها اي بهارات خالص غير لما نيجي نستعملها علشان ما تسودش منك في الفريزر. هنبدأ بقى نعبيها حسب الاستعمال اليومي ليكي او حسب افراد اسرتك. احنا عشان 2 بس فانا مصغرة الكيس شوية، لكن طبعا لو انت عدد افراد اسرتك كبيرة تقدري ان انت تزودي الكيس حسب الاستعمال بتاعك. طبعا جبت هنا بقى كوباية عشان عايزة الاكياس كلها تبقى الكمية بتاعتها قد بعضها.
بدأت ان انا احط الكيس كده في الكوبايه زي ما انتم شايفين، وعشان خاطر ايه ما نبهدلش الكيس كده. فالخطوه بتاعه الكوبايه دي حلوه قوي. هتحط الكيس في الكوبايه وتبداي ان انت تعبي الكميه اللي انت عايزاها. انا بقيت املى الكوبايه كده واقفل الكيس، وما شاء الله الكميه كانت حلوه قوي. ببدأ ان انا اقفل الكيس كده وافردها فيه زي ما انتم شايفين، عشان ما تاخدش طبعا مساحه مني في الفريزر، لان لما بلم الحاجه كده على بعضها وبفردها في الكيس بتاخد مساحة بسيطة خالص في الفريزر. وطبعا الكمية دي اتعملت معايا 10 اكياس، فما شاء الله كانت موفرة قوي. طبعا وانت بتتفرجي عليا كده ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك، وتشتركي في القناة لو انت مش مشتركة، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي احنا بننزلها، وتعملي شير لاصحابك وحبايبك لو الفيديو عجبك. شايفين بقى جمال وحلاوة الطعمية؟ حاجة كده في منتهى الجمال ما شاء الله. جربيها وان شاء الله تدعيلي. بصراحه كل اللي دقها ما صدقش ان انا عاملاها في البيت زي بتاعه بره بالظبط، وطبعا احسن بكتير. حاجه انت ضامنه نظافتها، غاسله الخضره كويس، غاسله الفول كويس، ومنضفه كل حاجه كده، ومهتميه بالحاجه ونظافتها، فطبعا حاجه صحيه اكتر. مش هتخافي كده وانت بتاكليها، هتبقي عارفه وضامنه انت بتاكلي ايه. غير كده كمان هي موفره عن بره بكتير. زي ما انتوا شايفين الكيلو عامل معايا كمية قد ايه ما شاء الله. 10 اكياس كده زي ما انتوا شايفين، 9 اكياس معانا كده زي ما انتوا شايفين. والعاشر ده اللي هو الطبق الاخراني انا هعمله معاكم في الفيديو برضو عشان تشوفوا النتيجة عاملة ازاي. شايفين بقى طريقة التفريز بتاعتها دي حلوة قوي، مش هتاخد منك مساحة في الفريزر. لا انا بصراحة اي حاجة بفرزها بالطريقة ديت. بحب كده ان انا افردها في الاكياس واحطها فوق بعضها، بتوفر معايا مساحة في الفريزر لاي حاجة احب احطها تاني. تعالوا بينا بقى نحط البهارات للطعمية اللي احنا هنستعملها دلوقتي. حطيت كده ربع معلقة من الكزبرة الناشفة، وربع معلقة صغيرة من الكمون، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وطبعا حطينا ملح. وهنحط ذرة بسيطة خالص كده من الكربوناتو. طبعا ما تكتريش كمية الكربوناتو عشان الطعمية ما تفردش منك. مش حابة تحطي الكربوناتو تقدري ان انت تستبعديه عادي، بس هو بيطر الطعمية. شايفين انا حاطة كمية بسيطة خالص على طرف المعلقة. هنقلب بقى الكلام الحلو ده كله كده مع بعضه، ونروح بقى على البوتاجاز. هنسخن بقى كده الزيت كويس، ونبدأ ان احنا ننزل كده بالطعمية. طبعا هتشكليها بالشكل اللي انت عايزاه. عايزاها قراص تقدري تعمليها قراص، عايزاها كده دواير بالشكل اللي انت حباه وحسب ما انت بتحبي تاكليها. انا كده هعملها قراص، بس قراص صغيرة شوية. طبعا لو انت حابه تحط عليها كده بيضه وتنزلي بالكميه دي كلها كده في الزيت مره واحده، تعملي بها كده عجة طعميه، بتبقى برضو حلوه قوي. انا بعملها على طول، بتبقى طالعه قرص كبير كده، بتبقى طعمها حلو. اخدت انا بقى كميه بسيطه كده زي ما انتوا شايفين، وبدات ان انا اعمل كده قراص من الطعميه، بس قراص صغيره شويه. لو انت حابه تكبري طبعا براحتك. ونزلت بيها كده في الزيت زي ما انتوا شايفين. وطبعا تكون النار عالية شوية، واول ما تبدأ ان هي تاخد وش نبدأ نهدي عليها النار عشان ما تشربش منك زيت، وكمان عشان تستوي من جوه، ما تاكليش كده طعمية مقرمشة من بره والعجينة بتاعتها من جوه لسه ما استوتش. وما شاء الله شايفين عاملة ازاي الطعمية؟ ما فكتش خالص مني في الزيت كده زي ما انتوا شايفين، وهي كانت طرية. وما شاء الله حاجة كده في منتهى الجمال. انا اول مرة كنت اعملها في البيت، بس اتبسطت جدا بعمايلها. بصراحة حاجة كده موفرة، وكمان طعمها حلو، واحسن 100 مرة من اللي احنا بنجيبها من بره. هفضل اقول ان الاكل اللي احنا بنعمله في البيت احسن واوفر وانضف من اللي احنا بنجيبه من بره بكتير. عملت معاكم النهاردة في الفيديو الطعمية، ان شاء الله انتظروا الفيديو الجاي هندمس فيه الفول. وبرضه طلع معانا النتيجة بتاعته تحفة، هتعجبكم قوي. نزلت كده بكل الكمية اللي كانت معايا، وطبعا اللي بقى تتحمر كده بقيت اقلبها علشان خاطر على ما اخلص بقية الكمية هتكون هي اتحرقت، فناخد بالنا كده ان احنا نقلب اي حاجة تتحمر. شايفين بقى بسويها بايدي كده زي ما انتوا شايفين، وبنزل بيها كده في الزيت. وطبعا لو انت حابة تحط سمسم، حابة تحط حبة البركة، حابة تحشيها اي حاجة من جوه، جبنة موتزاريلا، اي حاجة. طبعا الطعمية الوقت دلعوها وقعدوا بيحشوها، فانت تقدري تعملي اي حاجة انت بتحبيها. تقدري تدلعيها كده وتحشيها شويه جبنه موتزاريلا، او تعملي لها خلطه كده مشطشطه شويه وتبداي ان انت تحشيها، هتبقى حلوه قوي. شايفين بقى لونها معانا عامل ازاي؟ حاجه كده بسم الله ما شاء الله، تحفه. طعميه دي ولا مش طعميه يا حلوين يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ شايفين عملنا طعميه ولا ما عملناش؟ مفيش حاجه اسمها ما بعرفش اعمل. الشاطره هي اللي بتعرف تعمل كل حاجه، وبتعرف تدبر بيتها وتعمل اي حاجه هي عايزاها. شايفين بقى بنقلب كده اي طعميه تتحمر،
وبناخد بالنا وهدينا عليها كده النار علشان خاطر برضو تستوي من جوه، لانها لو احنا فضلنا معلين عليها النار كده هتلاقيها اخدت وش من بره وهي من جوه لسه عجين وما استوتش. وطبعا لو انت جربت الوصفة وعجبتك ما تنسيش تدعيلي دعوة حلوة من قلبك وتكتبي لي رأيك في التعليقات. طبعا الطعمية ديت انا كنت عاملاها للغدا، كنا زهقانين بقى والواحد زهقان كده ومش عايز يطبخ، فعملت الطعمية واتغدينا بيها كده، وعملت جنبها بقى دمست جنبها فول، حمرنا بطاطس وجرجير بقى وسلطة وحاجات جميلة كده، واكلنا والحمد لله نعمة وفضل من عند ربنا. وطبعا عملت كمية كبيرة، عايزة افطر هنطلع كيس طعمية وكيس فول، عايزين نتعشى هنطلع كيس طعمية وكيس فول. فطبعا حاجة موفرة، وكمان بقى مش هتقعدي ان انت تنزلي كده كل شوية وتشتري، لا الحاجة عندك في الفريزر هتطلعيها تفك وتعمليها كده، وبالهنا والشفا على قلوبكم. شايفين بقى الطعمية عاملة ازاي كده بعد ما خلصت؟ ما شاء الله، حاجة كده تفتح النفس. وحمرنا كده بطاطس بقى وسلطة وفلفل وبتنجان كده وشوية حبشتكنات كده حلوة، وبالهنا والشفا.